السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة هعرفكم لو الزرار بتاع المكنسة اللي هي الناشونال 1800، لو الزرار بتاعها بتاع التشغيل باظ هتتصرف ازاي. طبعا انا بس عشان ما بحبش اطول في الفيديو بتاعي قوي، بختصر بالمفيد يعني، على اساس ما نقعدش نزود في الكلام على الفاضي يعني. فطبعا انا فكيت الاربع مسامير بتوع الوش ده، اللي هو الوش اللي هو الزرار عنده ده. تمام، الزرار ده كان بايظ. طب انا صلحته، بس هعرفكم بيتصلح ازاي دلوقتي. تمام، اللي هو بيبقى راكب تحت دي اهي. تمام، طبعا دي بتتخلع، الجزء ده بيتخلع اهو، سهل جدا يعني. بتلاقي تحته الزرار اهو، الزرار اللي هو بيشغلها. تمام اهو، ماشي. فطبعا انا هفك الوش دلوقتي وهخلع الزرار ده. هوريكم الزرار دوت، يا بتجيب واحد جديد، نعمة لو ما لقيتش زيه خالص هقولك تصلحه ازاي. تصليحه سهل طبعا خالص، بس طبعا عايز ايه، دقة شوية. إيه، لو مش عايز تصلح الزرار خالص وعايز تجيب واحد جديد، بتخلعه وتجيب واحد زيه بالظبط وتركبه وتركب عليه الوش بتاعه وتقفل زي ما انت، زي ما هي تاني. تمام، هنخلع الزرار وهوريكم بيتصلح ازاي. اهو الزرار يا جماعة، الزرار ده بيبقى فيه كليبسين صغيرين اهو، بننطرهم بإبرة كده. تمام، بتفك الزرار بالراحة بس عشان كله سوسات جوه. تمام، بص هتلاقي، شايفين البتاع الصغير ده، ده الابلاتين بتاعه. طبعا انا صنفرته. تمام، وفي واحد زيه جوه تاني اهو، انا خليتهم بيبرقوا، شايفينه واضح اهو. الابلاتين ده متصنفره بحته صنفره يعني. بص الصنفره اللي انا صنفرت بيها قد ايه، هي دي. بصنفره بالراحه خالص الحته دي كده، لانها بتبقى عليها تراب ومجنزره خالص، فبتلغي، ما بتخلوش يشتغل كويس. تمام، ونرجع نحط السوستة تاني ونقفله بالراحة. السوستة بتخش في الخرم بتاعها تاني ونقفله تاني. تمام كده. في حاجة مش واضحة، ولو في حاجة مش واضحة تقولولي في التعليقات. طبعا دي السوستة اهي، بتخش في الخرم اللي قدامها دي وبيركب زي ما هو تاني، مفيهوش اي حاجة. تمام كده. طبعا ركبته تاني اهو، الحتتين اللي هم الصغيرين دول هم اللي انا نطرتهم بالابرة. طبعا بعد ما صنفرت وكلام من ده كده، راجع الزرار اشتغل تاني زي ما هو كأنه جديد، مفيهوش اي مشكلة خالص. فانت لو مش عايز تعمل اللي انا بعمله ده، هتجيب واحد جديد وتحطه اهو يشتغل. بص شغل معانا اهو، مفيهوش اي حاجة، راجع زي ما هو تاني، مفيهوش اي مشكلة. تمام، هنبتدي بقى نقفل وهنجرب قدام منكم ونشوف. هو ما كانش شغال خالص. طبعا قفلنا الزرار تاني اهو يا جماعة، وهنجرب. اشتغل اهو، هنحط له الزرار بتاعه تاني. خلاص على كده العيب اللي في كده. لو حبيت بقى ان انت تصلح الزرار، انا عرفتك تصلحه ازاي. ولو عايز تجيب غيره تجيب غيره وتركبه في نفس المكان كده وخلاص. الموضوع سهل خالص يعني. وما تنسوش اللايك والشير وتوكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.